هلا بدي بلش معكم بمسلسل إصقاء الجن. مسلسل إصقاء الجن هو مسلسل بيحكي عن أو بيتسمى البيئة الشامية. عم تصير في قصة معينة. هلا اللي شايف المسلسل حيعرف أنا عن شو عم بحكي. حبلش بالأحداث الفقيرة. هو في حدث أكيد إحنا حنشوفه بعدين، بس أحداث الحلقة يعني فيها حشو كتير. ما في يعني ما في بكل مشهد او يا سيدي كل كذا مشهد حدثين ثلاثة بالحلقة يدفعوا لقدام. كل شي عم نشوفه نحنا حكي 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 ونواح وسخسخة في سخسخة هلا بلكن عليها، وايدين محروقة وبكي ولطم ما يعني قاعد عم بتشوف هيك لحتى انت تدعي ربك يصير في حدث يجهزك للحدث اللي بعده أو يدفع القصة درجة لفوق أو درجة لقدام. بما يخص موضوع الممثلين والتعامل معهم بمشهد أو بقصة موت الولد اللي هذا اللي انحرق، أمه جيانا عيد اللي هي يعني أنا متوقع أنه يتم تسليط الضوء عليها كممثلة، كأم للولد أكثر من عمته أمل عرفة. كان تسليط الضوء عليها كتير قليل، حتى ردة فعلها كأم محروق ابنها أو جايها ابنها مخنوق، كان يعني يعني بحس إنه كان لازم يكون أكتر بشوي، أحلى من هيك، معبر أكتر من هيك. إلا لو كان هذا مقصود ليطلع أداء أمل عرفة على أداء، لأنه أداء أمل عرفة بالتعامل مع الولد كان يعني كلياتنا شفناه، بس الأم كأم كان غير مرضي. وكمان بنفس الوقت يعني في بعض الممثلات، بس هذا ما عاد انتقاد، لأنك ما عاد تلاقي أنت ممثلة وشها طبيعي، قليلة تلاقي ممثلة وشها طبيعي من دون البوتوكس والحواجب وانت عم تصور بحقبة قديمة لا كان في لا بوتوكس ولا هاي الشغلات. فهذا ما اسمه انتقاد، فبدنا نتعود عليه ويصير هو شيء صح. بعدين يا أخي بكل المسلسلات الشامية ليش انتو دائما كتير بتركزوا على انه المرأة ضعيفة، المرأة جاهلة، المرأة مغلوب على امرها وما بصير ترفعي صوتك وفشرت وما فشرت وأم عصام. يعني ايمت نحن بدنا نطلع من هي الحالة؟ اوكي هي كانت موجودة، يعني هذا الشيء مو جايبينه احنا يعني مخترعينه والمؤلفين، بس لا تعلقوا القصة الدرامية كلها عليه، لا كتير تسوقوا فيها. يعني اذا ما عندكم شيء تحكوا فيه تروحوا انتوا تفرجونا مشهد هي عم ينكبس عليها. يعني صار الموضوع شوي مقرف وغير عادي وما له مبرر. نجي لشخصية صفاء سلطان، الشخصية الشريرة السرنوي. هاي المخلوقة كل ما بتشوفها لازم تكون عم بتطق علكة، بس لازم بكل مشهد انت تشوفها يعني تكون عم تعلق علكة. ليش؟ مشان تبين انه هي السرنوة وهي الشريرة واللي هي اللي عندها خبث. تمام؟ لا مو بكل مشهد، مشهد مشهدين اوكي الممثل عنده ادوات تانية بتوصل لنا فكرة انه هو شرير من دون ما يضل معلق على لازمة حركية وحدة. بعدين يا اخي بهذا المسلسل في كمية سخسخة ومحن مو طبيعي. لك في كتير مشاهد يعني تبع ايه وانا بحبك وليه وما عاد فيني ولا تلقني ولا تلمسني ولا تلقني بتشقني وبس شوي وهيك انفاس رح تنقطع. عرفتوا هاي الحاله؟ يعني ذكروني ايام المراهقه وقت كنا نتجوز على التليفون. مو هكذا ابدا.